مين هو القائد اللي قدر وهو مريض ومقعد إنه يكسر شوكة إمبراطورية عمرها مئات السنين في 4 أيام بس؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. دي حكاية القادسية، معركة ما كانتش مجرد صراع عسكري، دي كانت صراع حضارات ومصير أمة. في سنة 15 هجرياً وبعد ما المسلمين فتحوا بلاد الشام، إمبراطورية الفرس الساسانية شافت إن الخطر وصل لباب بيتها ولازم يتحركوا بكل قوتهم. الإمبراطور يزدجرد الثالث جمع جيش ضخم بيتقدر بأكتر من 60,000 مقاتل، وحط على رأس الجيش القائد الأقوى والأكثر دهاءً عندهم وهو رستم فرخزاد. في المقابل كان جيش المسلمين لا يتجاوز 30,000 مقاتل يقود الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، وكان في الوقت ده مريض بالدمامل وممنوع من الحركة. الراجل العظيم ده أدار أعظم معارك الإسلام وهو مستلقي على بطنه من فوق حصن بيطل على ساحة القتال. الرؤية كانت واضحة، إما نصر يعز الله به دينه أو هزيمة تخلي كلمة الفرس هي العليا في المنطقة. بدأت المعركة اللي استمرت 4 أيام، كل يوم كان بيحمل اسم مختلف وشدة ما بعدها شدة. اليوم الأول كان اسمه يوم أرماث، وبدأ رستم بالهجوم بسلاح الفيل الضخم. دي كانت صدمة للمسلمين وللخيول بتاعتهم اللي ما شافتش الأفيال دي قبل كده. الخيل نفرت والصفوف اضطربت، لكن المسلمين ثبتوا بقلوبهم وإيمانهم. القعقاع بن عمرو التميمي البطل اللي ب1000 مقاتل كان له دور حاسم في تثبيت الجيش. وفي اليوم الثاني يوم أغواث وصل المدد من الشام بقيادة القعقاع اللي وصل قبلها بيوم. هنا استخدم القعقاع خطة عبقرية، إنه قسم المدد اللي معاه لمجموعات صغيرة، كانت كل مجموعة بتوصل أرض المعركة على فترات متقاربة عشان الفرس يفتكروا إن المدد لسه مستمر. في اليوم الثالث يوم عماف الفرس رجعوا تاني لسلاح الفيلة، لكن المسلمين كانوا مستعدين المرة دي بخطة لقتل الفيلة أو إصابتها في خراطيمها وأعينها. في اللحظة دي كانت المعركة على أشدها وبدأت تعرف باسم ليلة الهرير اللي استمرت الليل كله. دي كانت واحدة من أقصى المعارك اللي خاضها المسلمون، ومع طلوع شمس اليوم الرابع كانت الكفة لسه متأرجحة والقلوب بتدعي بالثبات والنصر. وهنا كانت اللحظة اللي غيرت مجرى التاريخ. قدر الله إنه يبعث عاصفة رملية قوية جداً ضربت مباشرة في وجوه الفرس. العاصفة دي كانت عامل نفسي وجسدي مدمر على جيش رستم اللي اتعموا ومعدوش شايفين حاجة. في الفوضى دي هبت خيمة رستم وانكشفت، وهنا كان الأجل بيستناه. البعض بيقول إنه هلال بن علقمة هو اللي قدر يوصل لرستم ويقتله، ولما وقع رستم صرخ هلال صرخته المشهورة: قتلت رستم ورب الكعبة. كلمة واحدة بس كانت كفيلة بإنها تكسر معنويات جيش كامل. انهارت صفوف الفرس وبدأوا يهربوا بأعداد كبيرة باتجاه النهر ولقوا حتفهم فيه. النصر كان عظيم والخسائر في صفوف الفرس كانت ضخمة جدا ووصلت لعشرات الآلاف. القادسية كانت الضربة القاضية اللي أنهت وجود الإمبراطورية الساسانية فعلياً، وبعدها بأسابيع دخل سعد بن أبي وقاص إلى المدائن عاصمة الفرس. وبهذا النصر اتفتح الطريق أمام المسلمين لدخول بلاد فارس كلها وبدأ نشر الإسلام فيها. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في حكاية جديدة إن شاء الله.